وفيديو جديد. فلو معاك تابلت سواء تابلت عادي او حتى تابلت الثانوي فالفيديو ده هيفيدك، لان هقول لك على كذا استخدام تقدر تعملهم بالتابلت بتاعك هيفيدوك يعني. بعيدا بقى عن انك هتقول لي هستخدمه في الالعاب والحوارات دي كلها، فاداء تابلت المدرسه في الالعاب مش حلو وما بيشغلش العاب قويه يعني بشكل حلو، ففكك من انك تستخدمه كحاجه تلعب عليها بس، وزود عليهم الكام حاجه اللي هقول لك عليها في الفيديو النهارده. فبس المهم دلوقتي انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه كمان، وندخل في الفيديو على طول. لو بتعمل محتوى فالتابلت هيفيدك جدا في الحوار ده، لانك ممكن تكتب عليه سكريبت الفيديو مثلا وتقراه منه. ففي الحاله دي انا بستخدم جوجل دوكس، وده بصراحه بيوفر لي ميزه ان انا ممكن اكتب السكريبت على الموبايل مثلا وفي نفس الوقت افتحه هو على التابلت او حتى على الكمبيوتر، المهم يبقى اي حاجه عليها نفس الجيميل، واقدر كمان اعدل فيه واشيل منه حاجات وازود حاجات والكلام ده كله. او حتى ممكن تستخدم التابلت في انك تمنتج عليه فيديوهات بسيطه كده، وفي برامج كتير ممكن تستخدمها في الحوارات دي، وهتطلع منه بجوده افضل من انك تستخدم الموبايل، لانك بتكون شايف الالوان افضل وبتكون شايف الصوره على شاشه اكبر، وكمان هتعرف تركز فيه احسن من الموبايل، وتقدر تتابع قناتك من عليه وتشوف الحوارات دي كلها. لو بتفكر تشتري شاشة تانية للسيت اب بتاعك ومش معاك الميزانية دي، فالتابلت هيكون حل حلو، لانك تقدر تشغله كشاشة تانية للكمبيوتر بتاعك بسهولة خالص، وانت بتمنتج مثلا هتقدر تشوف الفيديو على شاشة وتظبط الوانك وحاجاتك كلها على الشاشة التانية، او حتى هينفعك وانت بتلعب والحوارات دي كلها. وهنتكلم برضو عن الموضوع ده وازاي تستخدمه كشاشة تانية في فيديو قصير هينزل قريب يعني. فاتأكد انك متابع قناة الشورتس، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن، ومتابع التيك توك كمان بننزل عليه محتوى حلو الفترة دي، واكيد طبعا تكون متابع القناة هنا يعني. لو مفكر ان التابلت مش هينفعك في الجامعة هتبقى غلطان، لانك بسهولة ممكن تنزل عليه الكتب PDF وتفتحها بأي برنامج PDF يديك شوية تحكم في الملف اللي انت فاتحه، زي انك تكتب ملاحظات وتهايلايت الحاجات المهمة اكنك ماسك كتاب في ايدك فعلا، بدل ما تقعد رايح جايب الكتب على الفاضي. فانا مثلا بستخدم هنا ادوبي ريدر، وبصراحة شغال كويس يعني. وحتى لو نسيت التابلت مثلا فاقدر ارفع الملفات دي على السحابة بتاعة الادوبي، واقدر برضه اوصله بنفس الجيميل وافتحه على الموبايل مثلا، وهقدر اتحكم فيه واضيف الملاحظات بتاعتي من الموبايل وهتظهر هي في التابلت عادي. بس برضه في كليات اكيد التابلت فيها مش افضل حاجه، وساعتها هتحتاج لابتوب، وفي نفس الوقت في تابلتس كتير تقدر تسد معاك في الحوارات دي، وفي ناس اصلا بترشح تابلتس من ابل احسن من اللابتوب يعني. شاشة التابلت جامدة بصراحة، وخصوصا تابلت A7 اللي مع أولى وتانية وتالتة دلوقتي، فبيجي بشاشة 10.5 بوصة وبتعرض لك 16 مليون لون. وقلنا الكلام ده كله على فكرة في فيديو مراجعة التابلت ومقارنته مع التابلت القديم اللي نزل من سنة ده. فلو انت لسه داخل سنة أولى أو مش عارف مواصفات التابلت بتاعك، فهسيب لك لينك الفيديو في الديسكريبشن، وهسيبه لك برضه في أول كومنت تقدر تدخل تشوفه يعني. فبلاش بقى تشوف المسلسلات والحوارات دي كلها على الموبايل الغلبان ده، وخليك في التابلت بشاشة أكبر وألوان أحسن وصوت ستيريو كمان جايلك من جميع الجهات لو انت معاك تاب A7، فهيحسسك انك معاهم جوه الفيلم اصلا. احنا قلنا انك ممكن تستخدم التابلت كشاشة تانية للكمبيوتر، بس ممكن انت نفسك تحول التابلت للابتوب وتتحكم فيه بالماوس والكيبورد كمان، وهيديك احساس انك بتستخدم لابتوب فعلا. وده كان الفيديو اللي المفروض ينزل مكان الفيديو ده، بس لسه بجهز له يعني. فاتأكد انك مشترك في القناة ومفعل الجرس والحوارات دي كلها عشان يوصلك اول واحد. واستخدامات التابلت كتير، وفي شوية حاجات بسيطة كده تقدر تعملها بالتابلت، زي انك مثلا ممكن تستخدمه كساعة مكتب، وبصراحة بيدي شكل حلو على المكتب يعني، او حتى تقدر تستخدمه كمونيتور للموبايل اللي هتستخدمه ككاميرا مراقبة وتراقب بيه اوضتك مثلا او اي حاجة يعني. او حتى ممكن تزود كارت ميموري فيه وتستخدمه كمساحة تخزين اضافية. فبدل بقى ما نطول في الحاجات دي كلها، واحنا كده كده قلناها في فيديو قبل كده، وهو فيديو تعمل ايه بموبايلك القديم، فهسيب لك لينك الفيديو ده في الديسكريبشن، وهسيبه لك في اول كومنت، وهتلاقيه في حتت كتير يعني. ولو دخلت على القناة هتلاقي ان هو الفيديو اللي قبل ده على طول تقريبا، فانصحك انك تدخل تشوفه لان هو فيديو حلو بصراحة ومرتبط بالفيديو ده يعني، وكده كده هيفيدك، وبدل ما نقعد نكرر الكلام والكلام ده كله. في ناس كتير بتحب تقرا، فتقدر تحمل اي كتاب على التابلت بدل ما تروح تشتريه يعني. تقدر تعمل ده كله من حاجه واحده بس وتتنقل بيه بكل سهوله. ولو ما بتحبش القرايه، مع ان القرايه مفيده يعني، بس انا ما بحبهاش بصراحه، الواحد ما فيهوش عين يقرا حاجه اصلا. تقدر مثلا تسمع بودكاستس، ولو ما تعرفش يعني ايه بودكاست، فالبودكاست هو بيكون واحد مثلا بيطلع يلخص لك كتاب، او ممكن يبقى حوار ما بين كذا واحد وبيبقى مسجل صوت يعني. وفي حاجات كتير دلوقتي بقت بتتصور يعني، هتقدر تسمع وهتشوف وهتستفاد كمان، فتتعب نفسك في القرايه ليه يعني؟ بس برضه القرايه مفيده يعني. فبس كده، قول لي بقى بتستخدم التابلت في ايه؟ ولو لسه مكمل معايا لغايه دلوقتي وفي ثانوي فقول لي انت في سنه كام، وقول لي عايزين فيديوهات عن ايه تاني، ولو عايزين جزء تاني من الفيديو ده قول لي برده تحت في الكومنتات. وما تنساش بقى طبعا اللايك والاشتراك، وهسيب لك لينك التيك توك والانستجرام والفيسبوك والحوارات دي كلها تحت في الديسكريبشن. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.